طب هو إيه الفرق بين التعلق الصحي والتعلق المرضي؟ وإمتى نقدر نقول إن عندنا مشكلة لازم نحلها؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، ونحاول نفهم أكتر إزاي ممكن نخرج من حالة التعلق الزائد بطريقة صحيحة. أنا متحمسة جدا أبدأ الحلقة وحابة نتناقش في كل تفاصيلها. في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها عن التعلق الزايد وازاي ممكن نتعامل معاه بطريقة صحية. جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيك وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ لأن الحلقة دي فعلا مميزة وبتشغل ناس كتير. طب في البداية يا كوتش في سؤال مهم عايزين نوضحه لكل مستمعينا. ازاي نعرف ان التعلق ده طبيعي وامتى يتحول لمشكلة؟ التعلق الطبيعي بيكون في مساحة من الحرية والاستقلالية، بمعنى إنك تقدر تعيش حياتك بشكل متزن حتى لو الشخص اللي متعلق بيه مش موجود. أما التعلق المرضي بيبقى فيه اعتماد زايد على الطرف التاني، وإن حياتك واقفة على وجود الشخص ده. يعني مثلا ممكن حد ما يعرفش ينام او يكمل يومه بشكل طبيعي من غير رسالة او مكالمة من حد معين، وده معناه انه خرج عن الاحساس الطبيعي ودخلنا في دايرة التعلق الزايد او التعلق المرضي، واللي ممكن يكون مرتبط بمخاوف داخلية زي الخوف من البعد او عدم الشعور بالامان. وهنا في سؤال مهم جدا: ايه الاسباب اللي ممكن توصل حد انه يتعلق بالشكل ده مع حد تاني؟ في أسباب كتير ممكن توصل حد إنه يتعلق بالطرف التاني تعلق مرضي أو زايد، زي مثلا فقدان الشعور بالحب والاهتمام في الطفولة، وفقدان حد مهم في حياة الشخص ده، أو إن الواحد يمر بتجارب مؤلمة تخليه يدور على الأمان في أي علاقة. يعني احيانا بيكون السبب متعلق بالحالة النفسية من الطفولة، وممكن بسبب تجارب حياتية ساعدت في تحول مشاعره بالشكل ده. وهنا العلاج مش مجرد قرار، لكن بيحتاج وعي وتغيير في طريقة التفكير. طيب ممكن نوضح لمستمعينا لو حد اكتشف إنه عنده تعلق زايد ومرضي ممكن يخرج منه إزاي بطريقة ما تأذيهوش أو تأثر عليه؟ سؤالك مهم جدا يا كوتش. أول خطوة هي إنه يعترف بالمشكلة، وبعدها يبدأ يشتغل على نفسه، زي مثلا يخصص وقت ليه، يهتم بحاجة بيحب يعملها أو حابب يطور نفسه فيها، يحاول يفهم نفسه وإيه اللي بيكون محتاجه من العلاقة من غير ما يعتمد على الطرف التاني إنه يعملها له. ده ممكن يكون صعب في البداية لأن الشخص بيحس إنه مش قادر يتخلى عن الطرف التاني